واحدة من جميلات السينما المصرية، عشقت الفن من صغرها وتميزت وتركت علامة بأعمالها الناجحة. الفنانة دلال عبد العزيز اتولدت في 17 يناير سنة 1960 بمدينة الزقازيق، وأول ظهور ليها كان في مسلسل بنت الأيام سنة 1977 بطولة الفنانة كريم مختار وشيرين. والفنانة دلال عبد العزيز قالت إن جورج سيدهم هو أول واحد قدمها على خشبة المسرح، وأول مسرحية ليها كانت أهلا يا دكتور. وعن أول لقاء ليها مع الفنان سمير غانم قال: اتفاجئت ببنوتة زي القشطة وعيني زاغت عليها، ولقيت فنانة جيدة جدا وملتزمة على المسرح، وتفضل واقفة صامتة مش بترتجل ولا بتفسد الحوار على الممثل اللي واقف قدامها. والفنانة دلال عبد العزيز كانت بتحارب علشان تفوز بحب سمير غانم رغم فارق السن بينهم وبين بعض، لكنها أصرت على جوازها منه. وتعتبر قصة جواز الفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز من أكثر الثنائيات صمود في الوسط الفني. وفي أول لقاء ليهم، أول ما شافت دلال عبد العزيز سمير غانم وقعت في غرامه، وكان وقتها هو دون جوان عصره، وكان بيخرج معاها بعد العرض المسرحي، لكنه كان رافض فكرة الجواز. وفضلت دلال عبد العزيز هي اللي بتطلب منه الجواز لفترة كبيرة، لكنه كان بيرفض. وكتير من النجوم الكبار رهنوها إنها مش هتقدر تقنعه بفكرة الجواز، ومن ضمن الفنانين دول كان جورج سيدهم وعبد المنعم مدبولي ومحمود مرسي ومحمود المليجي وغيرهم من الفنانين. لكن دلال عبد العزيز أصرت على الجواز منه، واستمرت في مطاردته لمدة 4 سنين، بالرغم من إن سمير غانم كان أكبر منها ب23 سنة، لكنها أصرت على الجواز منه وحبته بجنون، واضطرت إنها تتعامل مع معجباته بقسوة لأنها كانت خايفة يخطفوه منها. وبعد جوازهم أنجبوا بنتين، دنيا وأمل، اللي أصبحوا بعد كده نجوم كبار. ودنيا اتجوزت الإعلامي رامي رضوان، وأنجبوا بنت سنة 2014 وسموها كايلا. وأمل الشهيرة بإيمي اتجوزت من الفنان حسن الرداد. أما عن علاقة دلال عبد العزيز برامي وحسن، قالت عنهم إنهم بيحبوها جدا، وإنها معودة بناتها من صغرهم إنهم ما ينفعش يطلعوا مشاكلهم العائلية لأي شخص ويحلوا المشاكل بينهم. وقبل جواز سمير غانم من دلال عبد العزيز كان متجوز من بنت صومالية، وكانت معجبة بيه جدا وبتحضر كل مسرحياته، ووالدته كانت بتحبها جدا، إلا إنه قرر الانفصال عنها بعد شهور من جوازهم بسبب اختلاف الطباع والثقافات والطباع بينهم. وكانت الفنانة دلال عبد العزيز حريصة جدا هي وأسرتها على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة بسبب فيروس كورونا، وكانت دلال بتظهر في معظم الجنازات مرتدية الكمامة. أصيبت بفيروس كورونا أثناء تصوير دورها في مسلسل عالم موازي هي وبنتها دنيا سمير غانم بطلة العمل، وتم عزلهم منزليا. وتعافت دنيا سمير، وفضلت والدتها في المعاناة مع فيروس كورونا لمدة 4 شهور، واتدهورت الحالة الصحية لدلال عبد العزيز ولزم نقلها للمستشفى هي وزوجها الفنان سمير غانم، واللي أصيب برضه بفيروس كورونا، واتدهورت حالة الثنائي صحيا وتم وضعهم تحت جهاز التنفس الصناعي. ورحل الفنان سمير غانم في 20 مايو 2021 متأثر بمضاعفات الفيروس اللي أثر على الكلى. أما الفنانة دلال عبد العزيز رحلت في 7 أغسطس 2021.